اهلا وسهلا بالغزالات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنى يا ربي ان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. وقبل ما نبداو البنات كنتمنى انكم ما تنسونيش من لي لايكات ديالكم وندوزو يا الحادقات. قبل ما نبداو ندوزو نصليو على سيد الخلق، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم الغزالات غادي نشارككم روتين ناشط ديال الحادقات ديال العيالات الحرات الفحلات كما كنقولوا حنايا. انايا الغزالات كما كتشوفوا. انا راني مضروب على شي حاجه ديال سميتها الديكور، كنحماق انا كامل وانا كل حاجه نقلبها 10 مرات في النهار. من داك النوع اللي يعني دغيا كنمل من الحاجه. طبعا دائما عزيز عليا التغيير ونبدل، وهذه نكون هنا نرد هنا. عرفتوا شحال هذا البنات الماريو ديال الدار كل سيمانه كنحاولوا من قنت لقنت لحات الماريو على قدا ما كتخليه ثابت في بلاصتو. البنات اللي بحالي خلوا لي التعليق اللي عزيز عليهم التغيير يبدلوا. المهم عرفتوا البنات ملي كتبدلي وكتغيري في الدار حتى النفسيه ديالك صراحه كترتاحي، وملي كديري شي حاجه كتعجبك كتحسي بواحد الراحه زوينه. كما كتشوفوا الغزالات هاد الطبيلات كل نهار جراها القنت. اليوم قلت ليها زيدي غادي نحطك حدا الباب ديال الصالون تعطيها هكا شي ديكور شي منايضر زوين الحادقات. المهم شعارنا هو التغيير. كي جاكم الديكور ديالها خلي لي ارائكم. اول حاجه البنات غادي ندوز لها اليوم، غادي نعجن لهم خويزات ديال الحادقات، غنسموهم، غادي نديروهم على حقهم وطريقهم. غنديروا فيهم الزنجلان، غادي نديروا فيهم النافع، غادي نديروا فيهم كذلك الشوفان. خبيزات اللي صحيين البنات وهكا قياس وليداتك. تقدري مثلا تديري ليهم بحال هكا بانينوات المدرسه، تديهم معاك هكا البيكنيك، تعمريهم مثلا ديرهم في عشيوه لوليداتك، تعمريهم ليهم مثلا بالطون هكا دجاج مقطع مشرمل. بزاف ديال الافكار تقدروا ديروهم في هاد الخبيزات. المهم انا غادي نشارككم طريقتي كيفاش غادي نديرهم. راكم عارفين كل وحده وطريقتها في العجينه، كل وحده وطريقتها في الخبز كيفاش كدير ليه. المهم انا غزالات اللي غادي نشارككم طريقتي. بالنسبه للكيك درت دقيق القمح الكامل ديال البلاد، جبته من عند المهم الله يحفظها ليا ويطول ليا في عمرها. والدقيق العادي يعني الدقيق الابيض صافي كما تشوفوا. درت معاه الزنجلان، درت معاهم شويه ديال النافع، درت معاهم خميره. المهم درتها في شويه ديال الماء تتفاعلت مع الماء، عاد ضفتها وشويه ديال السكر شويه ديال المليحه. ما كثرش السكر، درت غير شويه. المهم غير على حساب اللون ديال الخبيزات باش يجيو محمرين ومجمرين. صافي الغزالات كما كتشوفوا بعد ما دلكت العجينه مزيان، يعني ضويتها في الماكينه ما كامله زوج ديال الدقائق، عرفتوا طحنتها مزيان دلكتها حتى ولات بحال المسكه. هنايا الغزالات كما كتشوفوا صافي خليتها في العجانه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى يعني حتى ترخفت شويه وطلقت حتى ضاعف الحجم ديالها. عاد جبدتها الحادقات. كما كتشوفوا هنايا غادي ندوز نقطعها هكا. المهم القياس ديال الخبيزات كيبقى على حسابكم نتوما، والقياس ديال الخبيزات قداش بغيتي. المهم انا غادي نديرهم غير صغيورين، ما غاديش نكبرهم بزاف. هنايا غزات كما كتشوفوا غادي ندوز نكورهم. المهم في هذه الطريقه ديال التكوار الا بقيتي كتدخلي العجينه شي وسط شي العجينه في الاخر البنات كتجيك مدقصه، يعني حاولي هكا غير تلول بيها وتجمعيها لكن وتخلي الشكل ديالها هو هذاك. صافي هنا البنات خليتهم حتى ارتاحوا واحد 10 ديال الدقائق واحده اخرى. المهم دابا هنا غادي نجي نقرصهم. كما كتشوفوا عندي هنا طبيسيل فيه شويه ديال الشوفان، وطبيسيل فيه شويه ديال الزنجلان، وهذا الطبيسيل فيه الماء، وغادي نضيف ليه واحد المعلقه اولا 2 معالق ديال السكر. هاد الماء البنات اللي عندي دافي، يعني ماشي سخون ولا بارد، المهم دافي شويه. كما كتشوفوا غادي ناخذ الخبيزه غادي نغطسها في وسط من الماء، ومن بعد غادي نعاود نغطسها في وسط من الشوفان اولا الزنجلان. صافي غادي نبسط غير شويه بيديه باش داك الزنجلان اولا الشوفان يلصق، وغادي نحطها جانبا. غادي بنفس الطريقه نعاود الخبيزه الاخرى. هذه غادي نديرها المره في الزنجلان. يعني هذه الطريقه كتنطبق على بزاف ديال الانواع بحال هكا ديال الزرارع ديال تقدر ديري زرعه الكتان، ديري داك سميتها بذور الشيه. بزاف ديال الحوايج البنات تقدروا ديروهم بالنسبه للخبيزات كيجوا صحيين والنيضر ديالهم صراحه زوين. وحتى البنات البنه يا البنات كتجي بنين ملي كتكوني كتاكلي فيهم كتجيك ديك اللسعه ديال النافع والزنجلان. صراحه كيعطي واحد المذاق اللي زوين، وفي نفس الوقت راهم صحيين ليك لوليداتك. هنايا خديت لاطه ديال الفرن كما تشوفوا، درت ليها ورق المطبخ باش ما يلصقوش ليا خبيزات. المهم صافي بسطتهم غير شويه يعني ماشي بزاف. وهنايا الغزالات غادي نغطيهم وغادي ندخلهم الفران، غادي نخليهم يخمروا تقريبا واحد نص ساعه هكاك.
ومن بعد غادي نتلاقاو ملي ندخلوه بالفران. وقلت بحال هاد الخبيزات اشنو غادي يجيني معاهم هاد النهار، قلت ضروري شي طويجين يكون فاعل سارك. كما كتشوفوا الحادقات عندي هنا شويه ديال الدجاج شحرتهم مع البصله والعطريه، المهم راكم عارفين التوابل اللي كدار في الطاجين. وغادي نضيف ليه هاد الشيء فلور، عرفتوا هذا هو الفصل ديالو، دائما كندوزوها فيه في القاسه ديال الورد كيجي زوين هكا، سواء درتيه شلاضه سواء درتيه في الطاجين، المهم بشتى الطرق كيجي بنين وكيجي زوين. غادي نزيد عليه شويه ديال البطيطه كما تشوفوا، غادي نستفها كما كنقاده كما كطيح غادي نضيف ليها شويه ديال الزيتون، وغادي نضيف لهم شويه هكا ديال العطريه. المهم البنات غادي نخلطها مع شويه ديال الماء وشويه ديال الزيت كما كتشوفوا، غادي نضيفها من الفوق باش داك اللون ديال الطاجين ما يجينيش بيض، ما كنحملش اللون ديالو يجي بيض. المهم بهذه الطريقه الخضره الفوقانيه حتى هي كتوصلها العطريه ديالها وكيجي بنين وشكلا كيجي رائع. صافي الغزالات كما كتشوفوا غادي نعاود نشلل هاد الطاسه، شويه ديال الماء غادي نضيفو هكا في الجناب تقريبا شي نص كاس ولا كاس هكا صغير، وفي الاخير غادي نضيف شويه ديال القزبر اولا معدنوس، المهم اللي عندك غادي نضيفو هكا من الفوق، وغنضيف ليه هكا طرونشات ديال الحامض. وغادي ندوز هي الغزالات، غادي نجيب هاد ورق المطبخ، غادي نسد الطاجين بيه باش داك البقاق كيبقى فيه وما كتحتاجيش شي كميه ديال المرق اللي كثيره، وفي نفس الوقت عرفتي كيجي بنين وزوين. المهم الطاجين ساليت منه والعجينه حتى هي ساليت منها، غادي نخلي الطويجين يطيب والعجينه خاصني نخليها تخمر. وهنايا الغزالات غادي ندوز الحوايج اللي كيعطوني الراحه والحوايج اللي كيخلقوا لي السعاده في الدار، وهما النباتات المحيبقات يا الغزالات. صراحه عرفتوا واحد الراحه كنحس بيها ملي كنجلس هكا قبالتهم اولا ملي كنعتني بهم، صراحه كيعطوك واحد الراحه نفسيه زوينه بزاف. دائما الغزالات كما كنقول لكم تحرصوا على هاد النباتات يكون عندكم في الدار ديالكم. شوفوا لي هاد المحيبق هذا، شوفوا تبارك الله قداش طوال، عرفتوا ولا شاد عارفين معلقه فوق واحد الحيط ديال قاع الدار وهابط جاي هكا عراش ندير ليه هابط حتى لتحت. المهم غادي ندير محيبق واحد اخر وغادي نقلو فيه، عرفتي بحال شكل دوايه عندك في الدار، عاد واحد المنيضر غزال تقدري ديريه في الحمام، ديريه هكا في الكولوار، تقدري ديريه في الصالون فوق شي موبل، بزاف ديال الحوايج تقدري تحطي فيهم بحال هاد المحيوقات. المهم غادي ندوز نسقيهم وغادي نخليهم حتى يتسقطروا مزيان، عاد غادي ندخلهم. واليوم الحمد لله ربار قعدنا حنا الشميشه، قلت حتى هما نخرجهم يتشمشوا واخا غير نص ساعه. المهم الغزالات كما كتشوفوا غادي نسقيهم وغادي هكا نحاول نقيهم نحيد ليهم هكا الا كانوا شي اوراق يابسين. المهم راه حتى هما كيبغوا العنايه وانك تعتني بهم وتعطيهم الخاطر. عرفتوا كنت كنتفرج في واحد البرنامج ديال هكا اخصائي ديال النباتات، المهم كيعطي هكا معلومات على النباتات وعلى الناس اللي كتبي تزرعهم، الناس اللي كتبي هكا توظفهم في البيت ديالها. عرفتوا سمعت شي حاجه اللي غريبه البنات، الا سمعتوها غتجيكم حتى نتوما في شكل. قال لك يعني قد ما كانوا عندك نباتات في الدار قد ما العين ما كتشدش فيك بزاف. المهم عرفتوا راه حنا كلنا عارفين ان العين علينا حق وانها مذكوره في القران، وان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ان نصف امتي يعني ماتوا بسبب العين، يعني هذا شي حاجه اللي متفقين عليها كاملين. يعني قال لك مجرد ان شي واحد كيجي عندك كيشوف ديك النبته كتعجبه، يعني كيبقى مركز عليها كيبقى يشوفها، هذا في حد ذاته ان راه داك الشوفه ديالو مشات لهذيك النبته وبقات يعني بقات سارقه الانتباه ديالو. هنايا الحادقات هذه معلومه مهم شاركتها معكم. هنايا الغزالات كما كتشوفوا الخبيزات ديالنا هما خمروا اختمروا، غادي ندوز هكا ندير لهم هاد الفرشيطه نتقبهم مزيان باش الطياب ديالهم يجي مقاد والشكل يجي هو هذاك. صافي الغزالات غادي ندخلهم الفران، غادي نشعل عليهم على 250، المهم غندير الماكسيموم ديال الفرن، وغادي الغزالات نخليهم يطيبوا على خاطرهم تقريبا عندي ديك نص ساعه وما كاملاش غادي يوجدوا. وهنايا الغزالات غادي ندوز نحضر معكم واحد المقبله اللي كتجي ساهله ويعني تقدري توجديها حتى لاخر لحظه. كما كتشوفوا هاد الطنجره درت فيها شويه ديال الزبده شويه ديال الثومه شويه السكنجبير شويه الابزار شويه ديال الخرقوم مليحه وشويه ديال الزيت. عندي هنا الغزالات البسباس، بزاف ديال الناس كيكون عندها البسباس هكا في الدار وما عارفاش كيفاش تستخدموه. كما كتشوفوا انا قطعته هكا، المهم قطعته على شكل مكعبات صغيورين. كما تشوفوا خليت الطنجره حتى تشحرت مزيان ودابت لي ديك الزبده وضفت ليها البسباس، وكما كتشوفوا ضفت لي شويه ديال القرفه. وهنا الغزالات غادي نضيف ليه هذا العنب المجفف، وفي الاخير غادي نضيف لهم شويه ديال المعدنوس صافي، وغادي نمرق بواحد الكاس ديال الماء وغادي نخلي داك البسباس يطيب مزيان مع داك العنب ومع داك القرفه.
ومن بعد ما يطيبوا الغزالات غادي نضيف ليه زوج ديال البيضات. هنايا راه طاب البسباس مزيان وتعسل، عاد غادي نضيف فيه زوج ديال البيضات، وغادي نخليه تقريبا ديك زوج ديال الدقائق نحركوه حتى يطيب مزيان صافي. وغادي نطفي عليه. وهي المقبله ديالك يا لاله ساهله، تقدري ديريها عشيوه، تقدري ديريها كمقبله مع طاجين، المهم بزاف ديال الحوايج تقدري تحضري بهم البسباس صافي. الغزالات غادي نطفي عليه كما تشوفوا البيضه طاب. هنايا الغزالات الخبيزات ديالنا من بعد ما وجدوا، شوفوا تبارك الله على الشكل ديالهم، غير داك المنيضر عرفتو كيفتح لك الشهيه، عرفتو سخانين. وعرفتو يا البنات الريحه ديال الزنجلان والريحه ديال النافع عرفتو كيعاطيه في الدار، كيف ما عرفتو بداو كيطيبوا ديك الريحه صافي تركزات مزيان في الكوزينه كاع جيراني شموا الريحه. هادو هما الخبيزات ديالنا كما كتشوفوا، عرفتو رطبين وهشاشين البنات. صراحه كيجو فنين وبنانين وشي حاجه ديال الدار، يعني ماشي شي حاجه ديال الزنقه. هنايا الغزالات من بعد ما سالت الخبيز، سالت مقبله، المهم سالت الغديوه، ساليت كلشي غادي ندوز هكا نقدم الغديوه. كما تشوفوا المقبله غنديرها في هاد الزليف، غادي نفرش ليهم الخس، اعطي واحد المنيضر وديكور زوين. وفي هاد الزليفات كما كتشوفوا غادي ندير شويه ديال العنب، المهم داكشي اللي عندي في الدار دائما كنوظفوا ليهم. والطاجين ديالنا يا الغزالات من بعد ما طاب عرفتوا واحد الروائح طالعه يا سلام. اما المريقه كما كتشوفوا جات عاقده ومدغمره، جات بنينه. عرفتوا لو بغيتوا الطاجين يجيكم بنين ضروري تشحر مزيان على المهل في الاول، كما تشحر الطاجين مزيان كما كيجي بنين. وهنايا الحادقات كانت هذه هي الغديوه ديالنا، وكان هذا هو الروتين ديالي لهذا النهار. كنتمنى انه يكون عجبكم وانكم تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه. وطبعا الغزالات الى عجبكم الفيديو ديال هذا النهار ما تبخلوش على خوتكم بلي لايكات ديالكم والدعم ديالكم والبارطاج ديالكم، وما تنسوش باللي دائما احبكم في الله. وخليتكم على خير الى فيديو قادم.